ومن باب الفائدة الخارجية، يا أيها الإنسان الذي يريد أن يطرق باب الفقه، إن أردت أن يكون فقهك مبني على أساس متين فاحرص على أن تحمي أدلتك من 3 وجوه. اكتبوها. الوجه الأول أن يكون دليلك صحيحا، أن يكون الدليل الذي تستدل به صحيح من جهة الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون صحيحا. الأمر الثاني أن يكون الدليل مناسبا للمحل المستدل به عليه، أن يكون الدليل مناسبا للمحل المستدل به عليه، وإن شئت فقل مناسبة الدليل للمدلول. الأمر الثالث أن يكون دليلك سالما من النقض والاعتراض، يعني لا يعترض عليك معترض فيقول لك هذا الدليل منسوخ مثلا،